ليه احمد ابو زيد يحصل معاه كده؟ ليه احمد ابو زيد يحصل معاه كده؟ يا جماعه الفيديو ده ولا انا هعمل له اديت ولا اي حاجه، انا هصور كده واللي هيجي في نفسي اقوله خلاص. هو انا يا جماعه احمد ابو زيد ده ليه فضل على ناس كتير جدا سواء في مصر او الوطن العربي، لانه كان من اوائل الناس اللي عملوا محتوى على السوشيال ميديا، من المبادرين قوي من زمان قوي من 2007. والناس اتعلمت منه يعني ايه يوتيوب، يعني ايه يعمل اديت، وعلم الناس في الفوتوشوب، في الايديتنج، في الانجليش، في ازاي تطور من انتاجيتك، ازاي تطور من نفسك. فالراجل ده ليه فضل على صناع محتوى كتير جدا سواء في مصر او الوطن العربي. ثانيا احمد ابو زيد ده شخص محترم، وشخص هدفه يفيد الناس، ولا بيتكلم في السياسه ولا بيتكلم في اي حاجه الا انه بيفيد الناس. فليه يحصل معاه كده يا جماعه؟ ليه نموذج المفروض نستفيد منه، المفروض نجيب الشباب الصغير ونجيب احمد ابو زيد ونقول له احنا هنعمل لك اكاديميه وتعلم الشباب الصغير ازاي يعملوا محتوى هادف، فبالتالي يبقى عندنا 100 احمد ابو زيد. تمام؟ يعني هو ده جزاء الشخص ان هو فكر بره الصندوق وعمل قناه على اليوتيوب فات بها ملايين الناس واثر في ملايين الشباب، فنتعامل معاه بالشكل ده. طيب، انا بس هتكلم في 4 نقط. اول نقطه، ايه الرساله اللي احنا عايزين نوصلها لصناع المحتوى؟ اكيد صناع المحتوى اللي شافوا اللي حصل مع احمد ابو زيد، اكيد كل واحد هيفكر ان هو ينقل القناه بتاعته او ينقل المقر بتاعه لدوله تاني بره مصر، فبالتالي ما نستفيدش من الدخل بالعمله الصعبه اللي دخله في البلد. تاني نقطه، ايه الرساله اللي احنا عايزين نوصلها ل 8 مليون شخص بيتابع احمد ابو زيد؟ هل احنا عايزين نقول لهم فكروا بره الصندوق واجتهدوا واعملوا قناه، ولما تكسبوا فلوس فاحنا هنقبض عليكم وهنتعامل معاكم بالشكل ده؟ طيب لو بتقولوا ان هو بيتاجر في العمله، طب اكيد اللي بيتاجر ده في بائع ومشتري، فين المشتري منه؟ كمان بتقولوا انه كمان بيتقال انه في رسائل على تليفونه، طب فين الرسائل اللي تثبت ان هو بيتاجر في عمله صعبه؟ وبعدين يا جماعه واحد عنده 8 مليون متابع، وعنده فيديوز كتير على اليوتيوب، اكيد دخله بيبقى كتير جدا من تحويلات القناه، والناس كلها عارفه انه الدولارات اللي عنده مصدرها اليوتيوب. احمد ابو زيد اكبر من ان هو يتاجر في العمله، والراجل محترم نحسبه على خير ولا نذكر الله احد. ولكن يا جماعه نتمنى انه يبصوا لاحمد ابو زيد بطريقه تانية. نتمنى ان هو يخرج في اقرب وقت، لان الشخص ده شخص مهم ومؤثر وليه فضل على ناس كتيره جدا، ومن ضمنهم العبد لله. طبعا انا لا اعرفه ولا كلمني ولا كلمته ولا تربطني بيه صله قرابه، الا انه انا شايف ان الراجل ده مظلوم، شايف ان الراجل ده ما اتعاملش معاه التعامل اللي يليق بيه. فمن فضلكم يا جماعه ادعموا احمد ابو زيد، الحريه لاحمد ابو زيد.